السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. هنعمل النهاردة مع بعض شيش طاووق. جبت صدر فرخة كده، قطعته مكعبات تكون كبيرة شوية زي ما انتوا شايفين كده، وغسلتها طبعا كويس. هعمل بقى التتبيلة بتاعتي، عبارة عن نص معلقة كده من 7 بهارات، نص معلقة كمون، فلفل اسود، بابريكا، بصل بودر، وتوم بودر، ومعلقة كبيرة من بهارات الشيش طاووق. وطبعا هظبط الملح، 3 معالق من الخل، و3 معالق من الزيت، ونص كوباية من اللبن، وعصير ليمونة كبيرة. لو عندك زبادي هتحط كوباية زبادي، وتستغنى عن اللبن يعني، عشان انا ما عنديش زبادي فاستخدمت نص كوباية من اللبن. هقول لكم التوابل بتاعتي تاني او البهارات بتاعتي اللي انا استخدمتها. حطيت كده من كل حاجة اللي انا هقول لكم عليها: نص معلقة كمون، فلفل اسود، بابريكا، بصل بودر، وتوم بودر، وبهارات فراخ 7 بهارات، ومعلقة كبيرة من بهارات الشيش طاووق، 3 معالق من الزيت، 3 معالق من الخل، نص كوباية من اللبن، وعصير ليمونة كبيرة. هخلط بقى كل التوابل بتاعتي دي كلها كده مع بعضها. هقلبهم كده مع بعضهم، واروح بقى منزله في قلبهم كده قطع الفراخ اللي انا مقطعاها مكعبات ديت، طبعا مغسوله كويس، وكنت عامله لها محلول نقع بصدر فرخه واحد بس. هنعمل ان شاء الله الوصفه بتاعتنا. هخلطهم كده كويس مع بعض، واغطي العلبه ديت وادخلها كده التلاجة لمده ساعه او 2. كده غطيتها اهيت، ادخلها بقى التلاجة لمدة ساعة او 2. ممكن تبيتها في التلاجة تبقى حلوة برضو. جهزت بقى الخضار بتاعي بعد ما عدى على الوقت كده 3 ساعات. طبعا جبت عصيان الشيش طاووق بتاعت دي، بليتها كده في مية علشان ما تتحرقش معايا. وقطعت كده الخضار، اي خضار بقى عاوزه تضيفيه، ممكن تضيفي بطاطس، فلفل الوان، بصل، طماطم. وانا كان عندي طماطميتين كده صغيرين، وكان عندي فلفل، وطبعا قطعت بصل كده. احط واحده من الفلفل، واحده من البصل، واحده من الطماطم، وقطع من الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الفيديو موضح كل حاجه. وترجعي تاني تعيد الخضار وقطعه من الفراخ. شايفين بقى شكل الالوان اصلا فيه عامله ازاي؟ شايفين؟ والتتبيله بقى بتاعته شارب من التتبيله كده، وريحته فظيعه. واحده فلفل، واحده بصل، وواحده طماطم، وقطعه من الفراخ. شايفين بقى؟ بجد شكله يفتح النفس، شكله حلو، والريحه كمان خطيره. ضيفي بقى اي خضار انت بتحبيه يعني، وعندك فلفل الوان يبقى جميل. خلصت بقى كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده. هاخدهم بقى ارصهم كده على شبكه، وادخلهم ارصهم في صينيه، اسفه، وادخلهم الفرن. يكون الفرن متسخن من قبل كده، وادخلهم بقى كده زي ما انتوا شايفين. ريحتهم بقى كانت قلب الدنيا كلها، طعمه جميل جدا وخطير. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ قدمت معاه كده شويه من الرز البسمتي، وشويه كده من البطاطس المحمره، ورصيته كده فوق غرفت الرز ورصيته كده فوق الرز. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد شكله يفتح النفس. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها. ما تنسوش بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها في التعليقات. ولحد كده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. مع الف سلامه.